وكثير من يعني الإخوة اللي انتكسوا عندنا راحوا حق ربعهم القدامى ونصحناهم، يا جماعة لا تروحون، لا الحمد لله احنا أقوياء عشان نروح ندعوهم وننصحهم مثل ما الله نصح. زين تو الناس بعدكم انتوا يعني عودكم ضعيف، لا تختار انك الحين تركت سنة وسنتين تقول لا خلاص اروح لهم، لا تروح لهم كلش. حتى لو واحد يقع عليك تلفون تكفى تعال يا فلان تعال انصحني، تعال لا تروح له. تبي تعال عندنا بالهافوي، عندنا بالشارع، تعال انا ما اروح لك. صاحب الحاجة يروح لها ولا يجيلها، هو يروح تعال تحت، انا ما اروح لك البيت، من سببين: اني اخاف على نفسي واخاف من القانون ما يرحم. القانون كنا هو يسمونه الجليس، يعني اذا صار كبسه عليك وانت تارك اصلا ياخذونك يخمطوك معاهم فيها 3 سنوات. هذه صحيح حتى لو ما يشوفون عندك شيء. فانا اختبر صدقه، اذا كان صادق تعال عندنا احنا هني قعدات، عندنا بالهافوي تعال مستشفى، تعال عالج، تعال بشار خير اذا هو صادق. اما انا اجيلك، لا ما اجيلك، انا ما اجيلك. فوايد من الناس التكسوا يعني راحوا هناك حق ربعهم بمكالمة: تعال عندي هدية لك، تعال والله أنا بكافئك لأنك أنت استقمت، بحتفل فيك، جايب كيكة احتفال باستقامتك وتعافيك، دير بالك.